شنو أخطر مكان موجود بمدريد؟ جرافيتي أو الأسواق معزولين تماماً. طبعاً من راح تمشون هنا بشوارع إسبانيا راح تشوفون هواية جالية مغربية، وطبعا السبب انه المغرب قريب على اسبانيا فهواية تصير هجرة غير شرعية لاسبانيا. هذول طبعا مجهزين الحبال مالتهم والسلع مالتهم حتى اذا جت الشرطة قبل ينهزمون. هاي الحالة الوحيدة يمكن الحلوة اللي شفتها باسبانيا. فاما الباقي يعني شوفوا النظام، ترتيب، نظافة، كله توب. طبعا بكل مدينة راح تمشي بيها راح تشوف مساوئها وإيجابياتها. بس أنا المنطقة اللي أنا دخلتها بحسها كلش قديمة. مثل ما تشوفون هاي الكنيسة تراثية طبعا، يمكن صار لها شوف ايش قد 500 600 ما أعرف. هاي المنطقة اللي أنا بيها ما أعرف أحسها يعني كلش قديمة، والناس اللي بيها يعني أغلبيتها دول يمكن المهاجرين، فهذا شيء عادي. وهذا أعرف شفت كلام عربي هنا، سناك العرائش. سناك العرائش شنو هاي؟ هذا شيبس الكرادة. واو، حتى بإسبانيا اكو شيبس الكرادة. طبعا بس العراقيين يعرفون شنو هذا الشيبس، حتى عندهم أطعمة ونفس مال الكرادة بالضبط. حتى الجام خان هم يسووا هيك. واو. بالصدفة لفتني هذا المحل فايف جايز. شو تسوي هنا ما تقول لي؟ اما هذا اللبس التقليدي الاسباني والفلكلور الاسباني، طبعا هاي مهفة وهاي قبعة واللي بيها طبعا هذا مصارع مال الثيران. هذا اللبس مالته هيجي. من خلال هذا اللبس يبين انه الناس الاسبان ناسكين كلش. شوفوا هاي الكنيسة شقد قديمة. واو. المنطقة اللي أنا بيها هسه دخلتها كلها فارقة. ما هذا تمثال لاخ ما أعرف هالشي كلش قديم، ما أعرف شنو هذا بالضبط، بس شكلها كنيسة قديمة. أي صحيح. هسه المنطقة اللي أنا هسه بيها كلها فارقة، بس ما أريد أصورهم. جرافيتي بكل مكان، بنايات مشخبطين عليها. يا هاي الكنيسة كنيسة قديمة. طبعا أنا سألت الشرطة قلت لهم شنو أخطر مكان موجود بمدريد؟ قالوا لي هذا المكان. وصراحة كلهم مهاجرين، ما أعرف ليش قالوا لي هيك، بس شايف مهاجرين فأعتقد يعني ما يتقبلون المهاجرين، ولهذا هو افترض أنه خطرة شايف اكو مهاجرين. للأسف يعني صراحة ناس بسطاء على قد حالها، يحاولون يعني يفتحون بسطيات محلات صغيرة، يعني يحاولون بكل الوسائل انه يعني ياكلون لقمة حلال. بس يقول خطرة ليش ما اعرف، شايف مهاجرين. فبهذه المنطقة راح تشوفون هواية شغلات حلال، كاتبين حلال ما حلال. تشوفون هالقطعة مثلا كاتبين حلال،
وهاي المنطقة اللي لساني بيها ما ادري آسيويين، يعني باكستان، هنود. لا اشوف هواية جالية مسلمة صراحة. ما اريد اصورهم، منعزلين ما اعرف ليش الصراحة. كل الافارقة والآسيويين بهاي المنطقة ما اعرف ليش، يعني معزولين تماما تماما، معزولين. ما اعرف بعد. واو، سنغال، علام سنغال، علام نيجيريا، باكستان، شغلات حلال، محلات حلال، علاقة حلال، علاقة حلال. هي اسبانيا هسه تصير يعني خليط من الافارقه والاسيويين، يعني دا اشوف هوايه اندماج بهذا المجتمع. و دا احس الاسبان مو كلش متقبلين صراحه، يعني مو مثل فرنسا. يعني هسه تروح فرنسا راح تشوف الافارقه هناك بشكل يعني مو طبيعي، بس هنا انا احسهم يعني عازليهم. يعني هسه تروحون الشوارع اسبانيا اكو مناطق بس الافارقه او مناطق بس الاسيويين وهكذا. ما دا احسهم انه دا يتقبلون المهاجرين، حتى صعب انه كمهاجر وتريد تنتقل لهنا لاسبانيا كلش هالشي صعب صراحه. بس اما اذا تروح امريكا، فرنسا، استراليا، هذين البلدان راح تشوف عادي، يعني يتقبلون، يحتاجون ناس الصراحه، او يحتاجون ايدي عامله بمعنى اصح. هنا راح تشوفون هاي فلافل سمبوسك، يمكن هذا محل عربي. يعني اذا تجون اسبانيا، ولو انا ما دخلت له بس شكله عربي. هاي واحدة من الحواري اللي تدخلها او اللي راح تدخلها باسبانيا. طبعا راح تشوفون البلكونات اللي حاطين ورود او زرع كلش راقية. شوف هذا الشارع، اكو هواية شغلات جرافيتيز، ما جرافيتيز، شغلات فنية راح تشوفوها هنا بكل مكان باسبانيا حرفيا، يعني بكل شارع. يعني ما اكو شارع ما يخلو من الجرافيتي او هذا السؤال. ما اعرف ايش تسوي. شكلها راح تمطر شوي هنا، بس حلو المطر خير. وتشوفون هاي الجرافيتي لازم اللمسات الفنية، لازم اللمسات الفنية يضيفوها. حلو هذا الكشك او الركن مال الاسواق. هاي مثلا البناية، طبعا كل هاي المدن اللي دا امشي حواليها او البنايات ما ادري كلش قديم. يعني شوفوا هاي البناية، شوفوا الخشب اللي بيها، والله احسه يعني صار له 1000 سنة بس محافظين عليه. هذا الحداد، هذا النجار، ذاك هذا مكتوب حلال، هذا تاج محل، هذا هندي اكيد. فكلهم يعني لاجئين او مهاجرين. لا تنسون تتابعوني وتدوسون لايك، تعلقون، اكتبوا لي بالتعليقات شنو حابين تشوفون بالفيديو الجاي. انتظروني بفلوقات جايه حقكم. اديوس.